هي مصر دولة فقيرة يا دكتور، ولو فقيرة إزاي تبقى دولة غنية؟ بأي منطق تبقى دولة فقيرة؟ مصر استحالة تبقى فقيرة بأي. أنا مش جاي أخترع ولا أقول كلام يعني. إزاي مصر تبقى دولة فقيرة؟ ولما مصر تبقى دولة فقيرة مين اللي يبقى غني؟ هات لي مقاوم من مقاومات التنمية مش موجود في مصر. خد كل حاجة، خد موقعك. هل هناك فقر موقع؟ لا أحد على هذا الكوكب في موقع مصر. ما في دولة أفضل موقعا من مصر. رابط ما بين 3 قارات على المتوسط والأحمر، قناة السويس، آسيا، أفريقيا، أوروبا. الموقع نفسه ثروة، محتاج استثمار. يعني ده غنى. لو استثمرت الموقع، انت مش جزر المالديف اللي هناك على شمال الدنيا، اللي لا فيها بلد ولا ارض ولا زراعه ولا اي شيء، وهناك حاجه كده اللي بقوا عايشين رفاهيه جدا. إحنا عندنا مدينة مطروح، حاجة عاصمة انا جدا بقى بقول تفضل. لحضرتك لغايه دلوقتي في الموقع، انا ما جيتش لاي حاجه خاصه في مصر، سواء بقى زراعه او امكانيات طبيعيه او امكانيات بشريه او قدرات انسان مصري او قوه ناعمه زي الازهر الشريف او ثروات. العقول المصريه جباره، جباره، بس كلها بره. نعم. فانت هتتكلم على فقر ايه؟ نقطه من اول السطر. نعم. لا مجال للحديث عن فقر مصر. القضية دائما على مدار تاريخنا، الفقر هو فقر حاجتين: نعم. فقر إدارة وفقر عدالة توزيع. فقر فكري. ما هو الإدارة نعم. وعدالة توزيع. نعم. بدليل إن في مصر في ناس عايشة حياة وفي ناس تانية عايشة حياة تانية خالص. الشريحة الأكبر بتعاني وشريحة عايشة رفاهية. عشان كده دايما بنقول دولة القانون هي كلمة السر. تمام؟ يبقى هنا ما عندناش. نتمنى إن شاء الله في قادم الأيام نعالج هذه المشكلات. يبقى إذا نقطة من أول السطر: مصر لم تكن ولن تكون دولة. إحنا بدأنا نعاني مشكلات بسبب زيادة السكان، وإحنا على فكرة لدينا عقول ومدركين. وإن أيام الملك فاروق كان عدد السكان 12 مليون ولا 15 مليون، والنهاردة إحنا 112 مليون. مدركين ده. بس السؤال: من الذي صنع الأزمة السكانية؟ من المسؤول عن الأزمة السكانية؟ ليه الأزمة السكانية مش عدد السكان مش أزمة في الصين يا دكتور؟ بالظبط. ما هي فكره اللي انا عايز اقوله هنا: احنا زاد عدد السكان على ذات المساحه، على ذات كميه المياه، على ال 55 مليار متر مكعب، على ذات المساحه. انا مدرك ده تمام. وفي معدلات مواليد في فئات كثيره جدا، بس مين المسؤول عن الكلام ده؟ هي الدوله. الدوله على مدار السنين لم تهتم بقضيه التعليم. الاهتمام الحقيقي بقضيه التعليم هيخليني انا كمواطن هطلع مواطن صالح في سلوكي، في تربيتي، في اولادي، في خلفتي، في تعاملي مع المجتمع. هتصرف صح، هتاسس صح، هبقى منتج. مش منتج للاولاد، نعم. هبقى منتج للسلع والخدمات. نعم. يعني حضرتك بتأكد إن مصر إن إحنا مش فقراء قوي. مستحيل. نعم. مستحيل نكون فقراء. بدليل ان الانسان المصري عندما يتميز بيبدع، هو منتج. شوف العقول المصريه النهارده اللي بتخترع واللي بتبتكر واللي بيعملوا نظم وبرامج وبيبيعوها بملايين الدولارات وحاجات كبيره جدا اللي هبقى اشرحها بعدين يعني. كتاب كان كاتبه الأستاذ أحمد المسلماني، اه معالم بلا طريق، واتكلم عن النماذج المصرية اللي تسببت في نهضة دول كبيرة جدا طبعا بما فيها أمريكا. طبعا. يعني عشان كده بسأل حضرتك م. تذكر لي 5 أسماء شخصيات متخصصة في القانون والاقتصاد ممكن تساعد في نهضة مصر زي الدكتور رضا عبد السلام. القضيه مش قضيه اسماء يا استاذ سامي. نعم. القضيه قضيه فكر. القضيه قضيه فكر، وان احنا نطبق هذا الفكر ونطوعه بما يلبي احتياجاتنا بظروفنا، نعم. مشاكلنا، نعم. امكاناتنا، وناخد بعض تاتا تاتا نحل مشاكلنا. يعني انا عندي حضرتك اقول لك حاجه: في بلد اسمها البسيسه تابعه للشرايش. انا لسه كنت بكلم الدكتور صلاح عرف، مكلمه اول امبارح والتقي بيه. مجرد عالم مصري، نعم. استاذ فيزياء، طبق العلم بتاعه في بلد. وانا في المحافظه عندكم كنت رحت البلد دي ودخلوني بيت شغلنا البوتاجاز من روث المواشي. بايوجاز، المخلفات الزراعيه تحولت لدولة قرية منتجة وقرية مكتفية ذاتيا من الطاقة. عندنا العقول دي اللي نسلط عليها الأضواء. مش طول الليل عمالين نسلط أضواء على واحدة اتخانت مع جوزها وضربها وكسروا الاستوديو، ولا واحد مش عارف مين. هذا اللي مشغول بيه إعلام. نعم. بلدنا تتقدم لما نقدم النماذج دي. هذا الدكتور، حد كان ياخد باله من الدكتور صلاح عرف؟ قس على ذلك العلماء المصريين في مجال الزراعة. الدكتور ما عرفش إبراهيم مين اللي عمل بينتج الأرز في الأراضي الرملية، نعم. وبينتجوا في خلال فصل الصيف. نعم. وينتج القمح كذا، وبعض الدول خدت من باكستان خدوا الانتاج بتاعهم وخدوا. فاحنا عندنا الامكانيات. المراكز البحوث تشتغل صح، تدور حاجه الناس صح. الساحل الشمالي اللي حضرتك شايفه ده حسب كلام العلماء ده كان المفروض يكون سله مصر من القمح من غير ما تتكلف نقطه ميه. يعني يا دكتور نقدر نزرع قمح في الصحراء؟ اي يا فندم. الرمل نطلع يا فندم القمح بيزرع في الصحراء. قال لك ان يعني مثلا منطقه الساحل الشمالي دي
الشتاء كله مطر، قال لك مش هنحتاج غير ريه واحده فقط. كل منطقه الساحل الاسكندريه وانت طالع لغايه ما تروح حدودنا مع ليبيا امطار طول السنه، طول الصيف، طول الشتاء عفوا. المنطقه دي ما كانتش محتاجه غير ريه واحده، ودي كانت ممكن تتوفر، لكن حولناها الى ايه؟ صخر، حجاره، ومناطق مغلقه، ولسان الوزراء ورجل الوزراء، وفي النهايه ناس عايشين في حياه تانية خالص، وقطعنا خير عن اهل مصر مش شعب مصر. هل الزواج في مصر هي عملية استثمارية ممكن تفيد الاقتصاد المصري؟ محتاجه نعيد النظر في منظومه الزواج او في عمليه الاعباء الزواج. نعم. ودي من الاسباب اللي برضه بتضغط على الاقتصاد المصري، واحنا مش واخدين بالنا. احنا زودنا فيها قوي، وتركنا انفسنا كاولياء امور للجهلاء في كل بيت. لازم اقولها ليه؟ لازم نجيب معرفش 50 فوطه، والكلام ده انت بتشوفه بقى، وتشوف بقى الحفله والعربيه واغنيه حسب الله وشعبولة وماشيين وحاطين الفوط وحاطين الحلل وحاطين ال 50 بوتاجاز. غسالة اطباق انا شخصيا عمري ما جبتها ولا هجيبها اصلا. ففي النهايه في الريف، فاحنا ضغطنا. في النهايه انا هقول لحضرتك حاجه، لو هيتجوز عندي في السنه وليكن مليون 500,000، تخيل ال 500,000 دول بيضغطوا على السوق ازاي؟ شوف الطلب على الثلاجات، الطلب على الغسالات، الطلب على كذا. ما بقولش ما تجيبش حاجه، نعم، بس خفف، لان انت كل ما هتخفف ده هيقلل الطلب في السوق، بالتالي هيخلق حاله من الاستقرار في الاسعار. لما اروح انا واخد لي 5 ثلاجات ولا 5 غسالات واخد مش عارف كذا والكلام ده كله بهذه الكميات، المصانع غير قادره. ما هي دي مرتبطه بثقافتنا ووعينا. تذكر سنة 2007 لما كانت الأستاذة منى الشاذلي بتقدم البرنامج بتاعها، كان في مبادرة انطلقت من هنا من مدينة المنصور ل2 شباب قالوا إن إحنا مش هنجيب الشبكة الكتير، إحنا هنكتفي بالدبلة بس. وأنا فرحت جدا، قلت مصر رايحة لطريق كويس. يا في 2007 يا فندم أنا شخصيا ماشي في الاتجاه مع أولادي ده، أنا هطبق الكلام ده على أولادي. أنا أصلا لا هيزودني إن أنت تقول عليا جبت أو ما جبتش. نعم. ما إحنا عندنا أزمة تعالي. نعم. إن أنا عايز في النهاية الجيران والقرايب شافوني جبت، لا كده الناس راضية عنك. نعم. ولا كده الناس راضية عنك. خلينا نتكلم بموضوعية. أنا مش محتاج أهلك نفسي ولا أهلك اللي جاي يتجوز بنتي، ولا عايز أضغط عليه، لأنه عايز يبدأ حياة هادية من غير ديون، من غير أعباء، من غير التزامات. قاسمنا في ذلك هو الجهل والتعالي، وتركنا أنفسنا للجهلاء هم اللي بيوجهوا قرارنا في كل بيت. لا غلط. نعم. إحنا عايزين نعيش في هدوء. أنا كأب إيه اللي يخليني بعد زواج ابني أو بنتي أبقى مديون للبنوك وما أعرفش أنام، ويمكن تجي لي سكتة قلبية عشان إيه؟ ويمكن بعدها بأسبوعين يتخانقوا مع بعض ورجعت بيت أبوه علشان أعمل فرح في قاعة تتكلف كذا عشان الناس ترضى. الناس عمرها زي كده الناس مش هترضى عنك خالص. جبت كتير هيقول لك ده محدث نعمة، جبت قليل ده بخيل، فأنت مش نافع كده ولا كده. خلينا نتكلم على اقتصاد وطني. نعم. لو نظرنا للموضوع بنظرة وطنية، ثقافتنا في موضوع الزواج سبب آخر غير مباشر ما أقدرش عشان الناس اللي ممكن تدخل تخبط. نعم. من أسباب أزمتنا الاقتصاد. ده حقيقي. امتى الشاب في مصر ياخد قرار الزواج؟ لما يكون عنده مصدر دخل مستقر. نعم. ده اللي هيخلق له حالة الأمن المادي اللي قلنا عليها قبل كده. ما يتجوزش لا يقبل على هذه الخطوة إلا عندما يكون وضع قدمه على الأرض. نعم. لأن الحاجة دي أنت هتاخد بنت ناس، وأنت نفسك عشان برضه تكون مستريح وهادئ. وابدأ، وزي ما بقولها دايما، لا يعيبك إن أنت تشتغل أي حاجة. نعم. ما تشغلش نفسك بالناس، ما حدش هيجي يحط جنيه في جيبك. أنت اشغل نفسك إزاي يجي عليك الليل وأنت مستور بالحلال، جبت الجنيه بالحلال، ما تشغلش نفسك. نعم. في أبواب كثيرة جدا النهاردة اتفتحت لشبابنا، بس أنت اللي نايم على نفسك. مواقع التواصل دي نعمة لو استثمرتها. يقدر يروح يا باشا مصانع واشتغل ويجيب، أو جيب منتجات وسواها، أو اشتغل في مليون طريق تقدر تشتغل عنه. نعم. في المجال الزراعي عندك حتة مساحة فوق البيت، إزاي تستثمرها؟ نعم. لكن ما تنامش مكانك وتقول أنا مستني وظيفة. الخير مش هيجي لك لغاية